حسن شاكوش: أنا مكسوف من اللي حصل ومش عارف أودي وشي فين من الناس. طبعا لازم تتكسف، وأنا لو منك هتكسف، وأي حد مكانك هيتكسف على دمه وشكله اللي بقى مش حلو قدام الناس. حسن شاكوش بعد فضح اللي حصل بينه وبين مراته، وبعد طلاقهم، وبعد كل اللي حصل لغاية ما وصلنا لشكلهم اللي كان مش حلو لما ظهروا في شهر رمضان مع رامز جلال، وكان أكبر مقلب يعملوا رامز في حسن وفي طليقة حسن وفي المشاهدين وفي الكل كليلة. حتى رامز نفسه حسب إنه شرب مقلب كبير لما استضاف شاكوش وطليقة شاكوش. حسن بعد ده كله حب يحسن من صورته قدام الناس، فخرج يدلي بتصريح من تصريحاته الخزعبلية. شاكوش صرح وقال: امبارح قابلت الفنان محمد منير وقال لي انت الوحيد اللي يصلح يغني لمصر في السنين اللي جايه. طبعا التصريح ملا الدنيا واتنشر في كل المواقع الاخباريه، لكن كانت المفاجاه ان الفنان محمد منير صرح وقال: انا ما اعرفش حسن شاكوش اصلا علشان اقول له الكلام ده. طبعا شاكوش اتكسف لما الرد بتاع محمد منير اتنشر في كل المواقع وعلى صفحات السوشيال ميديا، فخرج حسن شاكوش من جديد وقال: انا كنت اقصد الفنان شريف منير مش محمد منير. شريف منير هو اللي قال لي انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر في السنين اللي جايه. وبرضه تصريح شاكوش اتنشر وانتشر في كل حته، واذا فجاه يخرج الفنان شريف منير ويقول انه عمره ما قال كلام زي ده لحسن شاكوش، وانه لا تربطه علاقه بشاكوش اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الناس ابتدت تسخر من حسن شاكوش، وشكله بقى مش أحسن حاجة قدام جماهير المهرجانات، وعلشان الصاحب لازم يقف جنب صاحبه، أم أخونا عمر كمال مطرب المهرجانات الشهير نشر فيديو على صفحته الرسمية وهو بيسأل حسن شاكوش وبيقول له: مين يا شاكوش اللي قالك إنك الوحيد اللي ينفع تغني لمصر في الفترة اللي جاية؟ فرد عليه شاكوش وقال: ده الفنان محمد منير هو اللي قال لي كده. عمر قال له: بس الفنان محمد منير أنكر الكلام ده وقال إنه ما يعرفكش أصلا. فحسن شاكوش قال له: يبقى أكيد الفنان شريف منير هو اللي قال لي كده مش محمد منير. عمر كمال قال له: وشريف منير برضو قال إنه عمره ما شافك أصلا علشان يقولك كده. فحسن شاكوش رد وقال: أنا قصد أقولك إن الإعلامي أسامة منير هو اللي قال لي الكلام ده. رد عليه عمر كمال وقال له: ده حتى أسامة منير قال إنه ما بيسمعش عن مطرب اسمه شاكوش أصلا وعمره ما سمع مهرجانات. وهنا بقى الكسوف ظهر على وش حسن شاكوش، ورد على عمر كمال وقال له: اللي قال لي الكلام ده هو الفنان سراج منير. أنا دلوقتي بس افتكرت. عمر ضحك وقال له: بس سراج منير مات من قبل ما انت تتولد يا حسن. وبكده عمر راح يكحلها عماها، واللي ما كانش يعرف ان شاكوش صدره واقع وبيهبط بأي كلام عارف وتأكد. وشكل شاكوش بقى مش حلو، وطلع يعترف ويقول: أنا مش عارف أودي وشي من الناس فين. هو الواحد ما يعرفش يفك عن نفسه بكلمتين في البلد دي يعني، ولا إيه يا جدعان؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.